عزيزي اللي بتشطب، خدعوك حينما قالوا هات اغلى حاجه علشان تعيش معاك. اصلا ما تنفعش تكون من الناس اللي بتغسل مطبخها كل يوم ويوم وفي الاخر تروح تعمل مطبخ خشب، فكده انت رميت فلوسك في الارض. شوف المناسب ايه ليك علشان تعمل. وبرضه خدعوك لما قالوا لك جهز فلوسك كلها ونخلص لك البيت ده في يومين. اي استعجال مهما صرفت في وقت التشطيب هينتج عنه اهمال للتفاصيل وهتظهر لك بعد كده مشاكل كتير. خد وقتك ترتاح. شايف بقى الصوره دي يا باشمهندس؟ انا عايز بيتي كده بالظبط. صح انك تشوف حاجه مقاربه لذوقك، لكن مش الصح انك تقلدها بالملي. لازم الاول تشوفها نافعه لميزانيتك ولمساحتك ولطبيعتك ولا لا، وده طبعا قبل ما تعلى بسقف الطموحات وتحس انك هتعمل نفس اللي في الصوره بالظبط. تالت خدعه بقى بتتقالك لو جبت مهندس هترمي فلوسك في الارض، ومش عشان انا مهندس بس دايما بتتقال بعد ما البيت يبوظ تعالى حل مع الصناعيه يا باشمهندس. طب ما كان من الاول وكنت وفرت على نفسك مبالغ كتير جدا في اعاده الشغل اللي هتعمله. لان ميزه المهندس انه بيوفر لك الكوارث اللي هتحصل بعدين، بيركز في كل التفاصيل اللي انت مش بتاخد بالك منها، وثغرات فعليا بتكون مختفيه وبتظهر مع الوقت. ولو عايز تعرف حاجه عن الخدع المنتشره اكتبها لي في الكومنتات واقول لك تحلها ازاي. وما تنساش انا معماري واسمي مصطفى.